تعالوا النهاردة أقول لكم على طريقتي اللي بعمل بيها الفتة المصري. أول حاجة اللحمة، بحط حتة زبدة وعليها شوية زيت وبشوح اللحمة كويس قوي لحد ما تاخد لون. بعد ما اللحمة تاخد لون هحط ملح وفلفل، ورق لورا وحبهان ومستكة، وهبتدي ازود لها المية شوية بشوية عشان طعم اللحمة ما يبقاش مسلوق. بعد كده بعمل الصلصة اللي هحطها على الفتة. خدوا بقى التريك دي اللي بعملها في الصلصة، بحط زيت وتوم وكزبرة زي طشة الملوخية، وبعدين بحط مكعب مرقة، بحط طماطم مضروبة وخل وصلصة ومية سخنة واسيبها لما تتسبك، وطبعا بظبط الملح والفلفل. دلوقتي بقى هاخد شوية من الصلصة اللي انا عملتهم اعملهم سبايس. هحمر فلفلاية حراقة واحط معاها شوية شطة، واخد من الصلصة اللي انا عملتها واخليها تتسبك مع الفلفل والشطة، ده عشان لو حد بيحب الصوص سبايس. اخر حاجة بقى هنحضرها الثوم والخل اللي هحطهم على الفتة. حتة سمنة بلدي حلوة كده هحمر فيها حتة ثوم كبيرة، وهحط نص كوباية خل ونص كوباية شوربة. بعد ما يغلوا هطفي عليهم. ودلوقتي بقى هحط الفتة بتاعتي. حطيت العيش البلدي المحمر، عليه الرز الابيض اللي انا عاملاه، وعليهم صوص الخل والثوم اللي انا محضراه، فوقيهم الصلصة وعليهم اللحمة، وكلوا احلى فتة.